في صفحات التاريخ اللي مش كل الناس تعرفها دايما في حكايات بتختفي بين السطور، قصص عن ملوك ومعارك، شعوب وأحداث غريبة. كل حدوتة فيها سر، وكل سر وراه حكاية. مع بعض هنغوص في أعماق الزمن ونعرف حكايات ما اتقالتش. زمان في جزيرة العرب كانت القبائل عايشة على الكرامة والشرف، وكل قبيلة مستعدة تحارب لأتفه الأسباب عشان محدش يقلل من قدرها. ومن بين الحروب اللي سابت علامة كبيرة في تاريخ الجاهلية كانت حرب الفجار. الحرب دي ما كانتش مجرد نزاع عادي، دي كانت سلسلة من المعارك العنيفة اللي خلت القبائل تتعدى على كل القوانين اللي هم نفسهم حاطينها، حتى القتال في الأشهر الحرم اللي المفروض يكون وقت سلام. كل حاجة بدأت في سوق عكاظ، المكان اللي كان بيتجمع فيه التجار والشعراء من كل حتة. يومها حصلت مشكلة بين واحد من قيس علان وواحد من قريش، كلام من هنا ورد من هناك، وفجأة الدنيا قلبت. المعركة اللي بدأت في السوق كانت الشرارة اللي خلت القبيلتين يحشدوا رجالهم، وبدأت سلسلة من المعارك استمرت 4 سنين. قبائل العرب في الجاهلية كان عندهم تقاليد وأعراف، وأهمها إن القتال ممنوع في الأشهر الحرم، لكن في الحرب دي الكل كسر القوانين ودخل في معارك حتى في الأماكن المقدسة. عشان كده سموها الفجار، لأنهم فجروا في القتال وتعدوا على الحرمات. في الأول الغلبة كانت مع قبيلة قيس علان، كانوا شاطرين في الهجمات المفاجئة وبيعتمدوا على سرعة خيولهم ومهاراتهم في القتال الفردي. وقريش في البداية ما كانش ليهم حظ كبير، لكن مع الوقت جمعوا حلفائهم من كنانة وثقيف. الحرب كانت ماشية بنظام كر وفر، يعني كل شوية قبيلة تكسب وتخسر لحد ما المعارك بقت زي ما بنقول حرب استنزاف. في وقت الحرب دي النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان لسه شاب صغير، رغم إنه ما شاركش في القتال بنفسه لكنه كان موجود في ساحة المعركة مع أعمامه. كان دوره إنه يجمع السهام بعد المعارك عشان يعيد استخدامها تاني، وده بيخلينا نشوف إزاي النبي عاش ظروف الحرب من بدري، وده أكيد ساهم في تشكيل شخصيته وحكمته. المعارك استمرت ل4 سنين طويلة، وكان كل طرف مصمم على إنه ينتصر. كل مرة يحصل فيها هدوء يتجدد القتال تاني بسبب خلافات بسيطة. القبائل كانت شايفة إن الحرب دي مسألة شرف وكرامة، ومفيش حد كان مستعد يتنازل بسهولة. في النهاية بعد ما الطرفين تعبوا من القتال والدمار، قرروا إنه يقعدوا مع بعض ويفكروا في حل. كان واضح إن القتال مش هيجيب نتيجة، وإن السلام هو الحل الوحيد. اتفقوا على الصلح، وانتهت حرب الفجار بعد ما سابت وراها ذكريات مؤلمة، لكنها علمت العرب إن القوة مش دايما هي الطريق لحل المشاكل. رغم إن العرب عاشوا حروب كتير قبل الإسلام، إلا إن حرب الفجار كانت من أكتر الحروب اللي اتعلموا منها درس مهم: الصلح أنفع من الحروب الطويلة. كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.